قبل سنين من وجود الصراع الثنائي بين كريستيانو رونالدو وميسي ما كانش في حد مهتم قوي بلغة الأرقام أو تحطيم الأرقام القياسية، زي ما في أخبار مخصوص دلوقتي للأرقام اللي اتكسرت بعد صراع ميسي ورونالدو. كانت لغة الأرقام هي اللي بتتكلم، خصوصا ان الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي قدموا لجمهور الكورة حاجة غابت عنها سنين، منافسة ثنائية في نفس الجيل. الناس دايما بتفتكر صراع بيليه ومارادونا، لكن الاتنين كانوا في زمن مختلف، لكن ميسي ورونالدو كانوا في نفس الجيل وفي نفس المسابقة. وده عمل زخم كبير جدا لفكرة الصراع على تحطيم الأرقام. علشان كده هتلاقي اللي يقولك ميسي الأفضل. ميسي خلاص قفل اللعبة، وصل لأي حلم ممكن لاعب يحلمه. وفي جمهور هيقولك رونالدو الأفضل علشان هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال. كل ده أصبح من الماضي. احنا النهاردة قدام نسخة جديدة من لاعب استثنائي، لاعب تحس انه عنده جنون بتحطيم الأرقام. هو عايش علشان يعمل أرقام باسمه، هو عايش يكسر كل أرقام اللي سبقوه. احنا قدام بعبع الأرقام الحقيقي، هالاند الرهيب. المهاجم النرويجي حطم مجموعة من الأرقام القياسية في لقاء مانشستر سيتي الأخير في دوري الأبطال ضد لايبزيج الألماني. هالاند انفجر بالمعنى الحرفي للكلمة وسجل ميجا هاتريك، 5 أهداف. هالاند أصبح ثالث لاعب في التاريخ يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، رقم جديد. هالاند في ماتش واحد أصبح هداف دوري أبطال أوروبا، وتخطى محمد صلاح اللي سجل 8 أهداف. هالاند سجل 10 أهداف، والرقم قابل للزيادة. كمان هالاند الرهيب سجل 33 هدف في 25 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى 30 هدف في مباريات أقل من أي لاعب تاني في تاريخ البطولة. احنا قدام قدرة تهديفية تتجاوز أرقام ميسي ورونالدو بمراحل، وخاصة انه في سن ال 22. هالاند لحد دلوقتي مسجل 39 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم، والعدد طبعا قابل للزيادة. بالمناسبة هالاند كان على بعد هدف واحد من دخول التاريخ. هو دخل التاريخ فعلا، بس تخيل لو كان أحرز هدف واحد. هالاند كان ممكن يكون اللاعب الوحيد اللي يسجل 6 أهداف خلال مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ. الإنجاز ده ما تحققش بسبب جوارديولا قرر تبديل هالاند بعد هدفه الخامس في الدقيقة 63. يعني المهاجم بتاعك جايب 5 أهداف في 57 دقيقة، تروح مخرجه في الدقيقة 63. الغريب هو تبرير المدير الفني اللي رد على الصحفيين لما سألوه خرجته ليه. كان ممكن يبقى اللاعب الوحيد اللي سجل 6 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال. رد جوارديولا كان غريب فعلا، قال لو حقق هالاند الإنجاز ده في عمر 22 هتكون حياته مملة، وهو ده سبب إجراء التبديل. تبرير غير منطقي بالمرة، لكن في النهاية هو حافز جديد للرهيب المخيف هالاند، اللي خلاص الكل عارف انه هيحطم كل الارقام القياسية في الكورة، وهيكون صعب انه يدور ليه عن ند قوي ينافسه في الارقام، علشان الكل خلاص متأكد ان الفايكنج هالاند هو بعبع الارقام الجديد، والملك اللي عاجلا او آجلا هيكسر كل الارقام القياسية.